اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين وانتم بتشوفوا الفيديو. اولا بحب اشكركم كده في اول الفيديو قبل ما انسى لكل الناس الجميلة اللي دخلت وكتبت لي كومنتات حلوة وفرحانين برجوعي لليوتيوب. انا كمان بحبكم والله، ومبسوطة جدا ان انا هكون معاكم الفترة اللي جاية باستمرار ان شاء الله. كل مرة كده هقول 3 أسامي من الناس اللي كتبت لي كومنتات حلوة. الناس اللي معانا النهاردة: رندا، بشكرك يا رندا، وسلسبيل حسن، وياسمين أحمد. شكرا ليكم، أنا كمان والله بحبكم قوي 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 في الله، سواء كان في حد أنا أعرفه معرفة شخصية أو معرفوش. كفاية إن انتي أخدتي من وقتك ودخلتي وكتبتي لي كومنت حلو زيك. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون فيديو تجديدات الريسبشن قبل وبعد. بتمنى ان انتوا تستمتعوا بالفيديو. الاول كده دخلت عملت ليا فنجان قهوة مظبوط علشان المنجد جاي، وعلشان اليوم بتاعنا النهاردة طويل قوي وفيه تفاصيل كتير. انزلي حطي لي لايك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا. كنت عايزة اوريكم الصالون بتاعي. طبعا المنجد كان عندي امبارح. جه اخد المقاسات وخلع الشريط اللي كان هنا. الصالون ده لونه نبيتي والوردة بتاعته زيتي، مفروض ان هو كان بيلمع قوي. بس معرفش يعني مع مرور الزمن لونه ما بقاش عاجبني بصراحة. برغم ان انا محافظة عليه جدا، ما بقعدش عليه، الولاد ما بيقعدوش عليه. كنت محافظة عليه لغاية اخر وقت، بس بصراحة لما الالوان الجديدة طلعت جننتني وحسيت ان هو قديم، فقررت ان انا اجدده. هنا بعد المنجد ما نزل طبعا هو اللي فتح القماش ده اللون اللي انا جبته للكنب. اللون ده اسمه شامبين، ده جلد مقلوب اهو. هيبقى ده اللون ده للكنبتين. وده اللون بتاع الكرسيين نبيتي. ليه اخترت اللونين دول؟ اولا لان انا مش عايزه اغير الستاره فيها زيتي وفيها شامبين وفيها نبيتي، فانا كنت مرتبطه بالالوان ديت. الزيتي ما لقيتش في الجلد المقلوب زيتي اصلا. الشامبين عملته للكنبتين، والنبيتي خليته للكرسيين. طبعا البرقع بقى متبهدل والصالون ذات نفسه مبهدل، عشان زي ما قلت لكم هو جه امبارح واخد اخد الكساوي بتاعه الشلت اللي هي القعدات علشان يفصل عليها تحت عنده. فطبعا جبتهم كلهم هنا. كمان هو فكه من الجنب. بصوا عايزه اوريكم. بصوا فكه منين. فكه من هنا، بيقول لي عشان القماش هيعدي من هنا. تمام. فانا دلوقتي مستنياه، المفروض ان هو جاي هيكسيه بقى باللونين اللي انا قلت لكم عليهم. الكنبتين هيعملهم شامبين والكرسيين هيعملهم نبيتي. ان شاء الله يطلع حلو. بصوا الفرق في الالوان. مستغربة جدا من الفرق في الالوان ده، مفروض ان هو لونه الاصلي اللون دوت، وكان بيلمع اكتر من كده. ما اعرفش بقى من السخونيه او من الحراره، علشان انا برضو في الدور الاخير خلت الطقم كله لونه بهت كده وغمق، وكان جايب لي اكتئاب. بس طبعا هو احلى من كده لما بيتحط عليه. طبعا شفتوه معايا في فيديوهات كتير، لما بيتحط الكوشن والمدافع وكده بيكون شكله احلى من كده بكتير. بس هو فاكك طبعا منه حاجات، وفك كمان الشريط اللي هنا عشان هنحط طبعا واحد بداله. وانا مفضياله اهو ارض المعركه استعدادا للتجديدات. دي الكوشنات بتاعت الصالون الصغيرة دي. طبعا انا هغيرها خالص. اولا هكبرها، مش هخليها صغيرة كده، خليها اعملها لي 40 في 40 اكبر من كده شوية. ودي المدافع. برضو جبت كل حاجة على جنب علشان هو يشتغل في الصالون براحته. وفي الاخر لو فضل قماش هيعمل لي بقى كوشنات للكنب. ويعمل لي المدافع. انا جايبة في القماش زيادة بحيث ان هو يقدر بعد ما يخلص يعمل لي كوشنات ويعمل لي مدافع. الكنبتين للي حابب يعني انه يعرف، الكنبة دي والكنبة دي اخدين 22 متر. الكنبة دي 3 شلت يعني، ودي 2، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، اخدين 22 متر من اللون اللي هو الشامبين. الكرسيين دول اخدين 7 متر. تمام. بس انا مزودة في كل لون، مزودة مترين علشان اعمل كوشنات مختلفة. يعني الكنب الشامبين هيتحط له كوشن نبيتي،
والكراسي النبيتي هيتحط لها كوشن شامبين علشان يعني اللون يظهر. البرقع طبعا زي ما انتم شايفينه كده متبهدل اخر حاجه، عشان انا لماه كله عشان الصنايعيه ما يبهدلوش الدنيا، بس هو طبعا هيتظبط. احتمال اعمل فيه تعديلات عشان يناسب الديكور الجديد. برضو هوريكم يعني الحاجه اللي هتتعمل هوريها لكم. غالبا هوريكم خالص يعني بقى بعد كده في الفرش. هوريكم الوضع عامل ازاي. انا حبيت بس اوريكم قبل علشان اوريكم بعد، وتقولوا لي رايكم فيه. التابلو ده من الحاجات اللي انا هحتفظ بيها، مش هغيرها هنا في الريسبشن، لانه شكله حلو قوي وما بيبطلش وجديد كده، وطول الوقت حاسه ان هو تحفه. فبفكر ان انا اجيب واحد تاني قصاده الناحيه التانية عند الكنبه الكبيره، هحط واحد تاني قصاده بدل البرواز اللي انا حاطه فيه صورتي. دلوقتي بقى هنيجي للبرقع. عايزه اوريكم كده الحاجه اللي خطرت على بالي ان انا اغير فيه، هو ان هو نازل منه زي 4 نزلات كده اللي هي نص دوران دي. فانا قررت ان انا هشيل ال4 دواير دول اللي هما ال4 برائع. ال4 دول انا هشيلهم اللي انا بشاور عليهم، فهيفضل لي بقى من تحت اللي هو المخطط ده. انا بفكر اجيب له فرنشه زي اللي هتتحط في الصالون وهحطها عليه. طبعا انتوا كل اللي انا بقوله ده هيظهر لكم اكتر لما تشوفوه بعد ما اتفرش. فكره البرقع دي خلاص بقى متهيألي ان هي ادمت. في نفس الوقت البرقع ده كان غالي قوي ايام ما عملته، وكان لايق على ستايل الصالون بتاعي علشان هو كلاسيك، لكن بعد التجديد اللي انا هعمله حاساه مش هيليق قوي. اللون الزيتي كمان مش موجود كتير في الصالون الجديد اللي انا عاملاه. انا هيبقى لونه شامبين في نبيتي، فانا مش محتاجه اللون الزيتي يبقى كتير قوي كده. فعلشان اظهر النبيتي اللي موجود من تحت لازم اشيل الزيتي اللي هو موجود من فوق في البرائع. وفعلا انا خليت المنجد فكها لي وغسلتها وطبقتها وشلتها، علشان برضو انا مش عارفه ممكن بعد كده احتاجهم ولا لا. عايزاكم بقى تقولوا لي في الكومنتات تحت ايه رايكم في اللونين بعد ما تشوفوا الصالون لما يخلص، عجبوكم ولا لا. دي الحاجات اللي هو قصقصها. عايزه اقول لكم وهو بيقطع الصالون بالمقص انا كنت حزينه، كنت هعيط بصراحه، لان ده الشريط اهو اللي خلعه، لان انا الصالون ده محافظه عليه بقالي 17 سنه. حتى وان كان لونه اتغير، بس دي كانت حاجه يعني غصب عني. بس خلاص آن الاوان ان هو يتغير، لاني بصراحه كان جايب لي اكتئاب. لون الزيتي ده مع النبيتي عامل اكتئاب، وخصوصا لما بهت. بصوا شكله من الجنب عامل ازاي بعد ما قصه، ومن الظهر كمان بتاع الكراسي برضو قصصهم. انا حاطه له الكيس ده هنا عشان اي حاجه يطلعها ما يبهدليش الارض، ويحط في الكيس على طول. طبعا كل ده هيترمى، ده الشريط القديم برضو، ده ده كمان هيترمى. بس انا دلوقتي مستنياه ونشوف لما يجي، ولو عرفت اصور لكم وهو موجود هصور لكم. هحاول اخد لكم لقطات كده بس من غير هو ما ياخد باله. هوريكم هو هيعمل ايه بالظبط، وبعد بقى ما افرش الريسبشن خالص هوريكم شكله. خليكم فاكرين شكل الصالون قبل علشان هتشوفوه بعد، وان شاء الله ان شاء الله يطلع كويس. واخيرا جه اليوم المنتظر. المنجد جه وجاب معاه واحد تاني بيساعده وبيقص القماش. بصراحة الناس دي طلع شغلها كويس قوي قوي. انا كنت مجرباهم قبل كده في كنبتين وكرسيين اللي هما محطوطين عند السفرة، هتشوفوهم معايا في الاخر في الجولة. وبصراحة شغلهم كان روعة جدا جدا. شغلهم بصراحة عجبني قوي. وبرضو احب اكد للناس برضو اللي حابة تعمل النوعية دي من الشغل، ده مش تنجيد، ده انا بحط قماش فوق القماش بتاعي، بس مش بياضة طبعا. يعني ده نظام جديد كده دلوقتي، اللي هو لو عايزة تجددي من غير ما تنجدي. تمام. انا عملت كده، جددت من غير ما انجد، لان طبعا ان انا افتح الصالون من جوه واغير في السفنج والشرايط، الكلام ده بياخد وقت وبياخد مبالغ. هو الصالون بس زي ما احنا شايفين كده مفتوح من ورا، بيحط القماش بيعديه وبعدين بيدبسه بالكمبرسور وخلاص. لو انت شايفه ان الصالون بتاعك محتاج سفنج وكده، فده طبعا بيبقى شغل تاني اسمه تنجيد. وهنا بقى اول كرسي كده ابتدى معايا يظهر، شكله عجبني قوي. هو لسه ما خلصت طبعا، لسه هيشيل الزوايد دي منه، ولسه هيحط له الشريط، هيلزقه كده بمسدس الشمع داير ما يدور. طبعا الكراسي اللي هي النبيتي انا جبت لها ايطان لونه نبيتي، بس طلع تحفه في الاخر.
الحمد لله الصالون خلص، وهوريكم بقى في الاخر خالص جولة كده في الريسبشن كله على بعضه. بس بعد ما اوريكم الحاجة اللي انا جبتها دي علشان اكمل التحفة الفنية اللي انا عملتها في الريسبشن. ريش نعام كان منزل عرض على المفارش دي، فانا طبعا يعني اول ما شفتهم جريت انا وسيمي ورحنا علشان نجيب طقم المفارش ده للريسبشن. هو طقم كده 5 قطع في النص قطيفة، وفي الشغل بقى اللي هو على الطرف ده. ده القطعة دي ده رانر كده بيتحط على ترابيزة الصالون، وفي واحد تاني زيه بيتحط على البوفيه، واتنين صغيرين للتقطيع اللي هما بيبقوا موجودين في الصالون، ورانر كبير بيتحط على ترابيزة السفرة. يعني هو الطقم 5 قطع شامل للريسبشن كله. فانا طبعا اشتريته، قلت علشان ايه يليق على الصالون الجديد، وفي نفس الوقت يعني من باب التغيير. الطقم اللي كان قبل منه اللي محطوط ما كانش قديم قوي، طقم المفارش كان طقم جوبلان كده شكله كان حلو قوي. كنت هموت برضو واجيبه، وفعلا جبته وفرشته مدة طويلة، والاخر غسلته وشلته علشان افرش الطقم الجديد. وكلهم موجودين، انا مش بفرط في الحاجة لان المفارش انا ببقى جايباها غالية، فانا بشيلها وببدل فيها. بس ده بقى الطقم الجديد بما اني الصالون يعتبر غيرته كله. كمان بالمناسبة عايزة اقول لكم اني انا جبت قماش لونه شامبين، وعملت بالمره ترابيزه السفره. الكراسي برضو مجرد انه بيكسي الكرسي بتاع السفره بس، مش بينجده ولا حاجه، بيحط قماش فوق القماش ويدبسه ويحط له الايطان في الاخر، بيديكي شكل مختلف تماما. ده للناس اللي حابه ان هي تغير. انا احب اقول لك يعني ان الموضوع فرق معايا جامد جدا بصراحه، من زمان وانا كنت عايزه اعمله، وبصراحه لما عملته حسيت ان انا زي ما اكون اشتريت صالون جديد. فانت ممكن تعملي الخطوه دي لو انت صالونك الخشب بتاعه متين ومش متبهدل، ممكن تبتدي وتعملي الخطوه دي، هتحسي براحه نفسيه رهيبه. طبعا قبل ما احط المفارش كان لازم ان انا امسح بقى ترابيزه السفره لان هي اتبهدلت، وامسح البوفيه وامسح ترابيزه الصالون، وطبعا مسحنا الارض. وفي الاخر بقى خالص هنبتدي ان احنا نحط المفارش كده على نظافه، وهوريكم الشكل العام كان عامل ازاي في الاخر، وعايزه رايكم. هنا بقى ابتديت ان انا انضف البوفيه والترابيزات علشان احط عليهم المفارش الجديده. احنا كده الستات لما بنجيب اي حاجه جديده ولو بسيطه، تحس ان انت عايزه تقلبي الدنيا كلها علشان تحطي الحاجه كده على نظافه، وعلشان تفرحي بجمال الحاجه. ابتديت بقى امسح البوفيه كده بملمع الازاز، وهحط عليه المفرش والديكورات. هي ما اشتريتش حاجات جديده، يعني انا اكتفيت طبعا بالمفارش وخلاص. لكن هو الطقم الكريستالات اللي عندي هو اللي انا حطيته على البوفيه وعلى ترابيزه السفره وعلى ترابيزه الصالون. لان طبعا موضوع تنجيد الصالون ده القماش طبعا بيكلف، القماش غالي. مصنعيه الراجل اللي جه عمل الصالون برضو المصنعيه بتاعته كانت غاليه، فكلها الحاجات دي بتكلف. فمش لازم كل مره تعملي فيها تنزلي بتقلك قوي على الحاجة. يعني مرة تعملي الصالون، مرة تعملي السفرة. انا عملت الصالون في مرة والسفرة عملتها بعديها، يعني لما الشغل كمان عجبني بتاع الصالون قلت بالمرة اعمل السفرة، لان الاتنين يعني حسيت لا الاتنين اصلا كان لونهم زيتي، وزي ما قلت لكم اللون الزيتي كده عمل لي اكتئاب، وحاسه ان انا عايزه اغير. يعني حسيت كده في وقت من الاوقات ان انا عايزه اغير. وطبعا مش عشان احنا بنغير معناها ان احنا ما نحافظش على الحاجه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان الصالون بتاعي لغايه اخر فيديو كنت عامله فيه روتين في الصالون بتاعي، انا كنت محافظه عليه جدا. حتى الراجل لما جه استغرب، قال لي الصالون ده قيم قوي، وبعد ما اتنجد قال لي الصالون ده لو هيتباع يعني ممكن يعدي 50,000 جنيه على وضعه، وعلى الخشب بتاعه كان قيم قوي، وان الشغل التبتين اللي فيه محدش بيعمله دلوقتي. وطبعا لما تحط له القماش الجديد بقى شكله تحفة. فانت حافظي على حاجتك حتى لو كانت بسيطة، وحتى لو انت مش هتجددي فيها، بس كفايه ان هي تبقى نظيفه. انا فضلت محافظه عليه لغايه اخر وقت، لغايه الراجل ما جه وفتحه بالمقص. دي يعتبر هو ده اول انسان دخل وخرب لي الحاجه بتاعتي. لكن لا عمري قعدت ولادي عليه مثلا يقعدوا ماسكين اكل ويوقعوا عليه عصير وياكلوا عليه حلويات، ولا عملت له تنظيف جاف، ولا قعدت امسح فيه بفوطه وبمنظفات. ليه؟ لان الصالون او الريسبشن بوجه عام ده مكان انت بتقعدي فيه الضيوف، فما ينفعش حد يجيلك يخبط عليكي يلاقي الصالون عندك مكركب ومليان بهدله. فحافظي على حاجتك عشان انت اللي تستمتعي بيها في الاخر. عايزه اقول لكم ان انا من الناس البيتوتيه قوي، بحب البيت.
بعشق التفاصيل بتاعه البيت، يعني لو تقعديني في البيت شهر مش بزهق. بحب قوي الجو والدفى بتاع البيت، بحبه قوي. ما بحبش اخرج بره كتير، ولو خرجت ما بحبش اروح في اماكن مفتوحه، برضو احب اروح اماكن مقفوله. يعني اقعد في كافيه كده. فكره المكان المقفول بتعجبني اكتر من الاماكن المفتوحه. فعشان كده تلاقوني بهتم بكل تفصيله في بيتي، علشان ابقى قاعده حاسه ان انا قاعده مرتاحه، قاعده منسجمه، ما بقاش قاعده في البيت وقاعده مكتئبه. فاهميني؟ طبعا انا عملت الجزء بتاع السفرة، وجيت هنا على الجزء بتاع الصالون. هبتدي كده زي ما احنا شايفين كده اظبط الترابيزات برضو هي كمان. بصوا بقى، الكنبه والكرسيين دول كنت مجربه فيهم المنجد قبل كده، قبل ما اعمل الصالون. خليته يعمل لي بياضات، يعني اللي محطوطه ده مش تنجيد، ده بقى دي بياضه بسوسته. هو اللي عاملها لي، وهو اللي عمل لي التفصيله اللي فيها دي المربعات، وهو اللي عامل لي الكوشن. وكنت حابه اللونين دول قوي، اللي هم الشامبين مع الاخضر الملكي، اللونين مع بعض تحفه. كنت عايزه اعملهم في الصالون، كنت عايزه اعمل الكنبتين لونهم شامبين والكرسيين لونهم اخضر ملكي. بس طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اللي خلاني ما اعملش كده هو لون البرقع، لان البرقع كان جاي على زيتي. عشان كده عملنا الكرسيين لونهم نبيتي، علشان يليق المنظر العام في الاخر يطلع شكله حلو. واخيرا خلصت الريسبشن. وطبعا النظافه ما تحلاش والجوله ما تحلاش في الريسبشن من غير كده ما نرش معطر جو في كل حته في الشقه، على الكوشن وعلى الزرع وعلى الستاير وعلى السجاد، لان هو ده المعنى الحقيقي للنظافه. دي بقى امتع لحظه بالنسبه لي، ان انا اخلص وبعد كده اعطر الشقه كلها، علشان اي حد جاي لي كده اول ما يدخل يقول لي الله شقتك ريحتها حلوه قوي، ما يعرفوش السر. انا عايزه اقول لكم ان المعطر ده لما خلص انا حاطه جواه برفان، يعني انا برش الشقه دلوقتي بالبرفان. واخيرا جولة في الريسبشن بتاعي بعد التجديدات والتغييرات الجذرية اللي حصلت فيه. عايزة اقول لكم ان الريسبشن اتبدل، يعني بقى شكله تحفة. الاول عايزة اوريكم الفتحة بتاعة المطبخ اللي انا كلمتكم عليها الفيديو اللي فات. الفتحة دي اهي كانت مسدودة بالمراية بتاعة البوفيه. مراية البوفيه انا خلعتها، خبيتها ورا النيش، علشان يبقى وانا في الريسبشن اشوف المطبخ، وانا في المطبخ اشوف الريسبشن. هو ده كان نظام الشقة اصلا من زمان، بس طبعا من كتر الحاجات اللي انا عمالة اجيب فيها ما كانش فيه مكان غير المكان ده، فاضطريت ان انا احط عنده البوفيه. بصوا بقى المنظر السفرة بعد ما حطينا المفرش شكله حلو قوي ازاي. الستارة النبيتي دي اللي على اليمين واللي على الشمال دول كمان انا غيرتهم، لان برضو كان لونهم زيتي، فما كانوش هيليقوا مع التجديدات والتغييرات الجديدة اللي احنا عملناها. قولولي بقى ايه رأيكم، شوفولي المنظر ده وجماله. بصوا التنجيد بتاع الصالون طالع عامل ازاي، كأنه صالون جديد بالظبط، كأنه صالون عروسة. ايه رأيكم في البرقع؟ فهمتوا انا كان قصدي اعمل فيه ايه؟ بصوا الفرنشة اللي انا حطيتها فيه، المنجد اللي عملها لي على فكره. يعني هي الناس اللي بتنجد دي بيبقى شغلهم تنجيد وستاير، واللي فوق ده هو دبسهولي بالكمبرسور يوم ما كان بيعمل الصالون. واشتريت الستاره دي جديده علشان تليق، لان التانيه كانت خلاص، يعني هي كانت هتليق بس كانت متهالكه 17 سنه وانا بغسل فيها واعلقها، فخلاص يعني قالت لي ارحميني يا ايمي وهاتي واحده جديده. فانا ما غيرتش حاجه يعتبر غير الستاره بتاعه الصالون بس، والبرقع زي ما هو خلعت منه حاجات. بصوا الكوشن اللذيذه دي عجباني قوي 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 قوي، فكرتها عجباني بشكل فظيع. بصوا المنظر وجماله، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. البرواز هنا كان فيه برواز ازاز محطوط فيه صوره ليا، انا شلته وجبت بداله الثلاث تابلوهات الخشب دول بيتباعوا مع بعض. حسيتهم لايقين قوي على الموضوع، يعني لايقين قوي على الصالون. المفارش كمان طلعت جميله قوي يا بنات. انا عايزه اعرف رايكم في الكومنتات، واي حد عايز يسال اي حاجه بخصوص التنجيد يسالني وانا هجاوب على كل الاسئله بتاعتكم. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم، وايه رايكم في فكره البرقع اللي انا غيرت فيه من غير ما اشيله، وحاولت ان انا استفيد بان انا اجمع ما بين المودرن وما بين الكلاسيك من غير ما اغير، من غير ما اشتري عفش جديد، من غير ما اجيب ستاير جديده. ايه رايكم في المنظر من بعيد ومن قريب؟ المنظر جميل، وفي ماتشنج كده ما بين السفره وما بين الصالون وما بين الستاير، كله كده عجبني كله على بعضه. الحاجه الوحيده بقى اللي عايزه تغير حاجه واحده صغنطوطه صغنطوطه، الاكسسوارات اللي هي بتاعه الصالون والسفره، الكريستالات دي كلها عايزه امسكها كده اغسلها واشيلها واجيب بدلها جديد. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.